تخيل معايا كده انك فقير لدرجة انك تبيع كلبك عشان تعرف تعيش بس. وده على فكرة يعني مش أسوأ حاجة حصلت للشاب اللي هنتكلم عنه ده. والشاب ده بقى اسمه سيلفستر ستالون، وده واحد كده يعني كان بيحلم بالتمثيل. سيلفستر ده بقى كتب سيناريو فيلم الأول واللي كان اسمه موكا. ومش كده وبس، ده كمان عايز يلعب دور البطل في الفيلم ده. ولكن كل ما يجي يعرض الفيلم ده على شركات الإنتاج ويقول لهم أنا عايز ألعب دور البطل يرفضوه. كل شركات الإنتاج قالت له محدش هيحبك تلعب دور البطل. بس سيلفستر طبعا رفض انه يستسلم وقال انا لازم اكون البطل الفيلم ده. وراح فعلا بنفسه قدم نفسه كذا مره على شركات الانتاج لحد ما في شركه فعلا وافقت عليه وعمل هو دور البطل في الفيلم ده. طبعا الباقي احنا عارفينه، فيلم غير التاريخ وغير حاجات كتيره جدا في السينما. طبعا الفيلم ده بقى مشهور جدا وبقى من رموز هوليوود. خليك فاكر ان ده كله بدأ من واحد فقير وواحد كل الناس رافضينه يبقى واحد من بطل فيلم احسن فيلم تقريبا في التاريخ وقتها. فلازم تعرف ان الفشل والرفض ده هو مش نهاية الطريق، لان اللي بيستسلم فعلا هو اللي بيكون خسران في الاخر. فلو انت عندك حلم خليك زي سيلفستر ستالون كده، ما تستسلمش وحاول اكتر من مره وخلي ارادتك كده قويه.